halkan nin baa yidhi waa la gabayayaa gabayru tirina markaas wuxuu ku gabayay af ingiriis markaa waan la yaabo marka hore waxaan filayn mid Soomaali ma ogtahay anna hayla yaabina waxaan ku hadlayaa af Carabi بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي سعادة الضيوف الكرام سيداتي وساداتي أحييكم تحية خاصة لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ الدول العالمية السيد سلطان أحمد بن سليم كما أحيي الحضور الكرام والسادة الشرفاء مجلس النواب والشيوخ رئيس المحكمة العليا أعضاء مجلس الوزراء والوفود العالمية والمحلية أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعود العلاقات التاريخية بين الإمارات حكومة وشعبا وبين الصوماليلاند إلى عصور القديمة وذلك بالتبادلات التجارية والثقافية والدينية المبكرة بين التجار المنطقيتين والشعبيين الشقيقين. عملت الدولة الإمارات الشقيقة على تطوير هذه العلاقات وذلك بمساعدة شعبنا العزيز أبان استعادة استقلاله وبناء البنية التحتية والمساعدة في افتتاح بلادنا على عالم الخارجي وذلك بجلب الاستثمارات المختلفة على أرض الواقع. لذلك أشكر شكرا خاصة نابعا من القلب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومحمد بن زايد ولي العهد أبو ظبي على دعمهم المتواصل وسنفتح جميع أبواب الاستثمار في أرضنا العزيزة لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا. سيداتي وساداتي الكرام، شهدنا بالأمس مراسم حفل الافتتاح لتوسيعه وتدوير ميناء بربر العالمية، واليوم نحتفل بمراسم منح العقد وبالشكل هذان الحدثان معا بداية بناء وتوسيع ميناء بربر العالمي. وأود أن أشكر حكومة الإمارات العربية ودولة إثيوبيا وشركة موانئ دبي العالمية وسلطات موانئ الصوماليلاند وكل من عمل بجد لتحقيق هذه المشروع المهم. نحن فخورون بالعمل الذي تم إنجازه حتى الآن لجعل هذا اليوم حقيقة واقعية. إن هذا اليوم يعتبر يوما تاريخيا ونحن نضع حجر الأساس معلما رئيسيا لتطوير اقتصادنا والاستثمار في البنية التحتية لبلدنا. سنكون قادرين على النمو من أجل مصلحة مواطنينا والإقليم والدول العربية الشقيقة. إن التواصل التجاري مع المنطقة سيعزز العلاقات القوية القائمة حاليا ويجعل من بلدنا لاعبا مهما في التكامل الاقتصادي والنمو في المنطقة. إن أهمية ميناء بربرة كبوابة البحر الأحمر للمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أصبح الآن حقيقة، مما يفتح إمكانياتنا كمركز تجاري وخلق فرصة العمل في جميع أنحاء البلاد. وتعد أعمال التوسعة وتطوير ميناء بربرة أكبر مشروعا في البنية التحتية من أرضنا العزيزة جنبا إلى جنب مع المنطقة الحرة في بربرة والمطار والطريق السريع بين بربرة وتقوى. يعتبر كل هذا هو جزءا أساسيا من تنمية الاقتصادية في الصوماليلاند ويرتبط بشكل مباشر مع النمو وتنمية الاقتصادية للمنطقة ككل. سيداتي وساداتي، سيساهم هذا المرفق الهام بزيادة حجم التجارية الدولية من بلدنا والعالم كله
ويخلق فرصة عمل للشباب ويرفع مستوى المعيشة، فضلا على تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري في الإقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة، وسيساهم بشكل مباشر في مجالات إنمائية أخرى كالسياحة والصناعة. إن السلام والاستقرار في أرضنا العزيزة وموقعها الاستراتيجي قد جنب دولة الإمارات العربية وشركة موانئ الدول العالمية للاستثمار في الميناء، وندعم ونشجع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وشركة الدول للموانئ العالمية بقيادة سلطان بن سليم، الذي لا شك أنه سيجنب الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى أرضنا. لقد استثمرنا وسنستمر في استثمار الكثير من الوقت والجهد لخلق بيئة موالية للاستثمار في أرضنا العزيز. وأخيرا أشكر جزيلا لكم من القلب إلى القلب، ونشكر دولة الإمارات الشقيقة على ثقتها الكبيرة في سوماليلاند والاستثمار فيها، كما أشكر من وفد موانئ الدول العالمية المشاركة معنا في الحفلة، وأدعو الله أن يعيننا على ما فيه الخير للبلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.